ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه كده سريعه. جوع اخر الليل، يعني حاجه حلوه تنفع حاجه حادقه سوري، تنفع في الغدا، تنفع في العشاء، تنفع في جوع الليل. هنجيب نص كيلو لحمه مفرومه، ونجيب 2 حبة بصل. انا كان عندي يعني اللحمه دي مش سمينه قوي ومش حمرا قوي، نص نص. جبت طبعا بصلتين، عندك واحدة حمرا وواحدة بيضة، لو عندك الاتنين شبه بعض مش مشكلة، المهم 2 حبة بصلة كبيرة. وهنفرمها كده ايه، فرمة كده ايه في الكبة، يعني فرم متوسط، مش عايزاها ناعمة قوي ولا خشنة قوي. هنطحنها كده. طبعا انا دخلت في الفيديو على طول، ما رحبتش بيكم. اهلا اهلا وسهلا حبايبي الامارات الجميلات، يا رب تكونوا بخير ودايما كده مع بعض. ولو اول مرة بتشوفي قناتي، انا اسمي اميرة المسلماني. طبعا انا فرمت البصل بالشكل اللي انتي شايفاه ده. دول 2 حبة بصل. هنجيب اي مادة دهنية، هنجيب شوية زيت، هنجيب معلقة سمنة بلدي، اي مادة دهنية عندك. هنحمص كده البصل فيها لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل الحلو ده. ونقلب طبعا كويس بالشكل اللي انتي شايفاه ده، عشان برضو اللحمة بتاعتنا تتحمص معانا برضو كده، وتاخد لون جميل معانا. قلبتها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وطبعا انا حطاه على نار يعني مش متوسطة، ولا نار عادية، علشان طبعا اللحمة تاخد صدمة وما تنزلش مية. انا مش عايزاها تنزل سوائل. انا حطيت 2 ورقة لورا، وحطيت معلقة كبيرة فلفل اسود، وهنحط ربع معلقة حبهان مطحون او هيل، ومعلقة كبيرة ملح. الملح طبعا على حسب رغبتك. ودي معلقة بهارات، اللي هم ال7 بهارات. اي بهارات عندك اللي انتي بتفضليها، بهارات لحمة 7 بهارات تحطيها. طبعا انا حطيت برضو بشرة جوز الطيب، بس دي ما تصورتش. هنقلب كويس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونهرس كده في اللحمة بتاعتنا عشان تبقى ناعمة ودايبة. اهو شوفي اخدت اللون الحلو الجميل بنفس لون البصل، اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. خلاص اللحمة دخلت في التسوية، خلاص اهي بقت بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. خلاص نركنها على جنب بقى، ونيجي نشوف بقى هنعمل ايه. جبت طبعا دول كوباية مش مليانة قوي، نص سمنة ونص زبدة. وهنعمل ونجيب الجلاش بتاعنا. طبعا هو جلاش كان بقاله عندي شوية في التلاجة، فطبعا متقطع. هرميه؟ طبعا لا، استحالة ان انا ارميه، لازم اعمل بيه صينية جلاش حلوة كده تستاهل بقك. جبت كده المادة الدهنية بتاعتي، نص كوباية زيت ونص كوباية سمنة، وادهن كده الصينية او الطاجن بتاعك، او البايركس، اي حاجة عندك موجودة تعملي فيها الجلاش اللي احنا هنعمله كده، وصينية الجلاش الحلوة اللي انتوا هتشوفوني بعملها دلوقتي. دهنت كده البايركس، وننزل بورقتين من الجلاش. طبعا انا عندي البايركس ده اصغر من ورقة الجلاش، عادي، يعني مش هنوقف نفسنا، وعادي ما فيش مشكلة. هنتني ورقة الجلاش اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده، هنعملها. والورق مقطع ولا يهمك، كملي وهتطلع صينية جلاش بروفيشنال. خليكي معايا واحدة بواحدة اهو، بنكمل الناحية التانية عشان يبقى بنفس المستوى بتاع الجلاش. حطيت طبعا المادة الدهنية على الجلاش كده، وننزل يعني ناخد نص دول 400 جرام من الجلاش. ماشي، حطيت 200 جرام من الجلاش، حطيتهم في النص، والنص التاني هنرجع نحطه تاني بعد ما نضيف اللحمة. اهو بصي، بحط ورقتين، وادهن زبدة زي ما انتي شايفة، او سمنة وزيت اهو بالشكل اللي انتي شايفاه ده، طبقة طبقة، لغاية ما نحط نص ورقة الجلاش اللي انتي بتجيبيها. طبعا دي اللحمة المفرومة اللي احنا معصجينها، هننزل عليها اهي بالشكل اللي انتي شايفاها دي. ريحة اللحمة تحفة بجوز الطيب والبهارات اللي انا حطاها.
هنفرد كده ايه اللحمة المفرومة على الجلاش. جوع اخر الليل هنعمل ايه بقى؟ يلا فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينها دي، ونجيب ايه عايزه تحطي بشره جبنه حطي بشره جبنه، ما عندكيش جبنه ما توقفيش حالك وحطي الجلاش على طول. انا كان عندي جبنه بشرت ايه بشره كده على الماشي فوق اللحمه المفرومه دي، جبنه شيدر اهو، رشه كده بسيطه مش كتير. هنحط برضو الجلاش، شوفي متقطع ازاي، حطي ولا يهمك، اهم حاجه الطعم في الاخر يبقى عامل ازاي. يلا رصيتي اهو الجلاش بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هنرميها؟ لا ما نرميهاش طبعا، نعمل بيها احلى صينيه جلاش. اهو حطيت ورقتين كده بالشكل اللي انتي شايفاهم كده، وننزل ايه عليهم بدهنه من الزبده او السمنه اهو، تتنيها برضو كده. يعني هتفضلي تحطي ورقه وتدهني زبده، ورقتين وتدهني زبده بالشكل اللي انتي شايفاه ده، عشان كده صينيه الجلاش تطلع معاكي مورقه وخفيفه وتحفه اهو كده. خلاص فاضل ورقتين اهو، حاطين اهو بالشكل اللي انتي شايفاه ده، دول اخر ورقتين عشان يبقوا ايه متساويين كده. نحط دي من تحت ودول ايه فوقيهم كده، علشان دول اخر جلاشتين كده. ايه الجلاش معانا كده خلص خلاص. هندهن طبعا ايه بباقي الايه الزبدة زي ما انتوا شايفين او بباقي السمنة. لو لغاية هنا معايا كده في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك يا قمر. نحط شوية رشة كده من الجبنة الرومي او الجبنة الشيدر او الجبنة الموتزاريلا، اي نوع عندك انتي عندك حطيه. انا هقطعها بالشكل اللي انتي شايفاه ده كده، بحددها وبقطع اهو. شوفي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اهو. قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قطعتها كده وكملتها، بس ايه اهو بكملها. وجبت بيضة وجبت رشة فلفل اسود وشوية من الملح وعليهم مج حليب. هنضرب كده ايه البيضة كده في مج الحليب كويس لغاية الاتنين ما يندمجوا مع بعض اهو. بقت بالشكل ده، بقت البيضة مع الحليب كده اندمجوا مع بعض مع رشة الفلفل الاسود والملح، بقوا بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هننزل عليه كده ايه بمج الحليب اهو بالشكل اللي انتي شايفاه ده، لغاية ما يتشرب كده الجلاش كوباية الحليب اللي احنا حاطينها او مج الحليب او اللبن. سبتها اهي بالشكل اللي انتي شايفاه كده لغاية ما يتشرب كده الحليب. طبعا دخلتها الفرن واخدت شوية كده، انا بسيبها شوية ما بحطلهاش الجبنة الموتزاريلا غير يعني يا دوبك اما تحمر، هي احمرت من تحت، اخدت تسوية من تحت وحطيت لها شوية جبنة موتزاريلا واخدت على الشعلة بس، وطلعت بالشكل الجميل اللي انتي شايفاه ده. ما شاء الله ريحتها حلوة قوي قوي قوي، وطعم يعني تحفة. شوفي شكلها حلو ازاي. حطيتها بس بالظبط اخدت في الفرن ربع ساعة، وما اخدتش مني وقت وما اخدتش مني تسوية، وعشاء خفيف كده وحاجة بسيطة. عايزة تعمليها في الغدا مفيش مشكلة على حسب ما تحبي. لو عايزة تعملي حاجة سريعة كده، مش عايزة تطبخي في الصيف والحر اللي احنا فيه ده، بتعملي حاجة سريعة بالشكل اللي انتي شايفاه ده، تعملي لهم صينية جلاش حلوة كده وجميلة. يلا بينا نشوف كده ايه الجلاش القمر بتاعنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد قطعة منه كده، بصي الشكل حلو قوي قوي، اللحمة المفرومة في النص والطبقات متساوية ومورقة، ويعني بصي تحفة تحفة تحفة. والطعم يعني ما شاء الله كان الطعم حلو قوي قوي قوي. بصي كانت حلوة ومورقة ومقرمشة، ان شاء الله تجربيها وتعجبك ان شاء الله، حلوة جدا جدا
هنحطوها كده في الطبق. طبعا اول قطعة اتاخدت، الف صحة وهنا على اللي اكلها. وادي القطعة التانية برضو بنفس الشكل وبنفس التكنيك، ما شاء الله حلوة قوي قوي. يعني الجبن اما بتحطيها كمان وتزوديها في الجلاش بتبقى حلوة. انا حطيت الشوية اللي كانوا عندي دول. شوفوا اخدنا القطعة التانية اهي. حلوة جدا جدا، وان شاء الله تكونوا بتجربوها. وشوفي كمان اهي شكلها من برضو من تحت كده شكلها برضو محمص وجميل. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني.